اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناه دكتور محمد جوده. والفيديو النهارده عن استخدام الريستيزس. قطره الريستيزس اللي ما سمعش عنها قبل كده هيعرف عنها النهارده. اتكلمنا قبل كده عن قطره الريستيزس في عرضيا كده او جبنا سيرتها في علاج جفاف العين. النهارده هكلمكم عنها، وانا بعمل الفيديو ده عشان في واحد من اصدقائي طلب ان انا اعمل فيديو وانا قررت ان انا اعمله له. هنعرف قطرة الريستيزس بتعمل ايه في جفاف العين، في اي ناس بنستخدمها، عند اي سن، ايه الاعراض الجانبيه بتاعتها، والسعر بتاعها كام. وفي الاول هشرح الاساس العلمي لاستخدامها. لو انت مش حابب تخش على طول ان احنا بنستخدمها ازاي في جفاف العين، هتلاقي الفيديو مقسم وروح للجزء اللي انت عايز تروح له على طول. اهلا بيكم مره تانية. قطرة الريستيزس المركب اللي فيها او الماده الفعاله اللي فيها حاجه اسمها السايكلوسبورين. السايكلوسبورين ده واحد من المركبات اللي احنا بنقول عليه اميونو سبريسيف دراجز، او الادويه اللي بتقلل المناعه. ايه ده يا دكتور، احنا بنستخدم ادويه بتقلل المناعه؟ ايوه. المناعه في العادي جزء حلو، حاجه حلوه في جسمنا، ده الجيش اللي بيدافع عن جسمنا ضد الميكروبات والحاجات اللي بتهاجمنا. بس في بعض الاحيان المناعه بتكون نشيطه زياده عن اللازم، فتبدا ان هي تهاجم الجسم في امراض اسمها اوتو اميون ديزيز او الامراض المناعيه. فالمناعه الزياده دي مؤذيه ومش مفيده. مثال، الشخص اللي عنده مثلا روماتويد. الروماتويد ده مرض مناعي بيأثر على المفاصل، تبدأ ان يحصل ألم في المفاصل، وبعد كده يبدأ يحصل تشوهات في المفاصل ويحصل جفاف عين. حاجة تانية برضو خاصة بالمناعة، لما بنيجي نعمل زراعة عضو داخل الجسم بتاعنا وجهاز المناعة بتاعنا اللي هو الشرطة والجيش بتاعنا المسؤول عن حمايتنا عارف كل الأعضاء بتاعتنا. فلما نيجي نحط عليه جسم غريب أو عضو غريب من تبع جسم تاني هو مش متعرف عليه، فيبدأ إن هو يعتبره كأنه حاجة ضارة. هو مش عارف إن العضو ده جاي إن هو يساعد الجسم، هو قاريه وشايفه إن هو حاجة غريبة، في اعتقاد المناعة إن هي هتأثر على الجسم بتاعنا وهتضره. عشان كده أي حد بياخد أو أي حد بيعمل زراعة أعضاء لازم ياخد أدوية المثبطة للمناعة، وأشهرها الكورتيزون وأدوية زي الأدوية اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ليه تقليل المناعة في بعض الأحيان بيكون مفيد. نيجي بقى بالنسبة للعين. العين بتاعتنا فيها شوية غدد، الغدد دي المسؤولة عن إفراز الدموع. فاللي بيحصل في بعض الامراض المناعيه ان بيحصل التهابات داخل الغدد دي، سواء الغده الدمعيه او الغده الدهنيه. والالتهابات دي بتبدا تاكل في الغده بتاعتنا، فتبدا تقلل من كفاءتها في افراز الدموع، فيحصل جفاف العين. وابرز هذه الامراض اللي بتسبب الموضوع ده مرض الروماتويد، والحاجه التانيه المتلازمه اللي احنا بنسميها جوجرين سيندروم. الاتنين دول فيهم امراض مناعيه، فيهم التهابات داخل الغده الدمعيه والغده الدهنيه بتاثر على الكفاءه بتاعتها، فبتقلل من جوده الدموع بتاعتنا، وده اللي بيعمل جفاف عين مزمن او كرونيك دراي اي ديزيز. دواء بقى السايكلوسبورين ده بطريقه ما، مش مهم ان احنا نعرفها، بيقلل مؤقتا الالتهابات الخاصه بالامراض المناعيه دي، فيبدا يدي فرصه ومجال للغده الدمعيه بتاعتنا ان هي تطلع الدموع بتاعتنا. خلي بالكم، هو مش قطره مرطبه، هو مش قطره هتزود او هتحسن لي لحظيا دلوقتي افراز الدموع، بس ده على المجال الطويل هيدي فرصه للغده الدمعيه ان هي تطلع دموع، هيديها نفس ان هي تطلع دموع. هل الدواء بتاعنا ده مجاز من هيئه الاغذيه والدواء الامريكيه؟ نعم، مجاز من هيئه الاغذيه والدواء الامريكيه في الكرونيك دراي اي ديزيز او جفاف العين المزمن، وفي بعض الالتهابات التانية اللي داخل العين زي الحساسيه المزمنه، وفي المتلازمه بتاعه جوبرين دي. والادويه دي او القطره دي بتستخدم للسن الاكبر من 17 سنه. هل في حد ممنوع ان هو يستخدمها؟ هل اتجربت مثلا في الحمل والولاده؟ لا، مش قوي، مش متجربه في الحمل والولاده قوي. هل بتستخدم في الاطفال الصغيرين؟ لا، في حد ممنوع عليهم لو حد عنده حساسيه من السايكلوسبورين، يعني لو خدها لقى عينه حساسه شديده قوي، عنده حساسيه شديده، فالدكتور بيوقفها له. ايه بقى الاعراض الجانبيه المتوقعه منها؟ في بعض الاحيان بتكون القطره دي ايريتنت او بتهيج العين، فتسبب احمرار، فتسبب الم، تسبب حساسيه ضوئيه، يعني كانها اشتغلت بعكس المفعول بتاعها. فلما تكون الاعراض دي شديده وغير محتمله يبقى احنا مش هنستخدم القطره دي. والقطره دي بتيجي في صوره علبه، بتيجي علبه كده، واللي موجود فيها امبولات اللي هي يعني عشان هي ما عليهاش مواد حافظه، فهي عباره عن امبولات بتحفظ في درجه حراره الغرفه. بفتح الامبول، بكسره وافتحه واحطه في العين بتاعتي. الجرعه بتاعته غالبا من 3 ل 4 مرات يوميا. عشان الريستيزس يدي مفعول لازم ان هو يستخدم على الاقل 3 شهور، وبستخدم معاه العلاجات بقى العاديه سواء اوميجا 3 او اوميجا 6، او لو هستخدم قطره مرطبه.
اكتبوا لي في التعليقات تحت لو انتوا جربتوا قطرة الريستيزس وفرقت معاكم في جفاف العين المزمن. ومستني دايما منكم ترشيحات لفيديوهات تانية، وما تنسوش لو الفيديو بتاعنا ده عجبكم تشتركوا في القناة وترشحوه لأصدقائكم وتتكلموا معنا في الكومنتات. مع السلامة. نسيت أذكر لحضراتكم إن قطرة الريستيزس مش موجودة في مصر، فيا إما الصيدليات بتبقى بتستوردها أو إحنا بنجيبها من أي حد قريبنا مثلا في السعودية. وآخر سعر ليها أنا لقيته على الإنترنت كان 144 ريال للعلبة الكاملة.